السلام عليكم، مساء صباح الخير حسب التوقيت اللي قاعدين تشوفوا فيه المقطع. طبعا هذا الكتاب الثالث من مشتريات المعرض، إهداء من الجميلة صباح عبد الله. كتبت لي في الإهداء: إلى ابنتي وملهمتي وصديقتي الضاد، أتمنى لك قراءة ماتعة. معرض رياض دول الكتاب يوم 27 سبتمبر 2024. هناك تم اللقاء، والرواية نزلت من دار أثر، تقدر تشتروها من متجر دار أثر. ممتنة جدا لهذا اللقاء، كان من أجمل اللقاءات صراحة في المعرض، ومن أجمل غنائم المعرض اللي أنا متحمسة ليها بطبيعة الحال. خلونا نناقش الكتاب الثالث. طيب، الرواية تتكلم عن مدينة فيها مكتبة كبيرة يملكها الأستاذ حازم. الأستاذ قاموس من عائلة معاجم، تزوج من ضمة من عائلة تشكيل. عن قصة حب، جابوا معاني وجابوا مرادف. عندهم أصدقاء طبعا، وفي مختلف الكتب في المكتبة، والكتب قاعدة تتكلم مع بعض. كانت عايشة في سلام وأمان إلى أن مرض الأستاذ مالك. ولما مرض الأستاذ مالك خلى نائب مطاوع يهتم بالمكتبة. نائب مطاوع قرر أنه يتخلص من كتاب مسرح ومن كثير من الكتب، وجاب كتب تطوير الذات والأبراج والخرافات وحشى بها المكتبة، وكتب صراحة مهينة للمرأة حشى بها المكتبة. زي ما قلنا لكم، سوى هذا الشيء في زمن الغفوة. الأدهى والأمر من هذا كله إنه في شخص اسمه مطرف قرر يساعده. مطرف هذا جاب جهاز وحرق الكتاب مسرح. طبعا الكتب تتكلم بينها وتبكي ومنهارة، وما تقدر تسوي شيء لأنه ما حد حيسمعها أصلا. المشهد هذا موجع، أنا بكاني شخصيا. هل في أحد حينقذ المكتبة والكتب المسكينة، ولا راح تفضل تعاني إلى ما لا نهاية؟ هذا الشيء اللي انتم حتعرفوه طبعا في الرواية. اللغة عربية عذبة سلسة سردا وحوارا. وصف المشاهد عظيم. مشهد حرق مسرح أنا بكيت معاه مرة. الرواية مكثفة والحوارات قصيرة جدا، معتمدة على السرد أكتر. لكم أن تتخيلوا أنه هذا الجمال كله في 115 صفحة. بس تخيلوا الموضوع. أديها 4/5 عشان في مشاهد مؤلمة وبكتني أنا شخصيا وأنا أقراها، لكن بالنسبة لي من أفضل روايات قرأتها في 2024، وطبعا أنصحكم تقرأوها. ترقبوني إن شاء الله مع أفضل روايات كتب قرأتها في 2024 وأسوأ روايات كتب قرأتها في 2024. آراءكم تعليقاتكم تهمني. طبعا صورتها موجودة في حسابي في انستغرام وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في سناب شات يوم نزول المقطع. عملت مجموعة للتليجرام للي يحب الكتب، راح يلاقي رابطها في التويتر يقدر ينضم فيها. يسعدني وجودكم. آراءكم تعليقاتكم تهمني. شكرا للمتابعة. See you guys.